عايزه اتكلم معاكم النهارده عن حاجه خاصه بالبيت. لو انت ساكن في المانيا حاجه هتفرق في شكلك، خصوصا لو انت عايش مع المان او اوروبيين ان جنرال، وبتدي انطباع عنك سواء كويس او وحش. اغلب الاوض بتكون باركيه خشب، ف طبعا بتبقى حذر جدا انك يعني ما فيش بقى انك تسيق وتغسل سجاد مفيش الكلام ده هنا. فالارض هنا بتكون يعني باركيه عشان تحتفظ بدرجه الحراره. في المانيا اغلب الاوقات الجو بيبقى ساقع، فمحتاج حاجه تحتفظ لك بدرجه حراره البيت، وهي الباركيه. لو عندك سيراميك بيخلي الشقه فريش وبيبقى كويس جدا في الصيف. فاحنا يعني بما ان عندنا الجو اغلب بيكون حر من انه يكون برد، فالسيراميك هو اختيار مناسب لينا في مصر. لكن هنا في المانيا لا، الاختيار الانسب هو الباركيه لانه بيحتفظ بدرجه حراره الشقه. فالارضيه كلها بتبقى باركيه ما عدا الحمام بتبقى سيراميك. فالمشكله في ايه بقى؟ المشكله ان الارض بتاعه الحمام مش زي عندنا في مصر، مفيش بلاعه، مفيش درين، مفيش حاجه تكب ميه على الارض وتبقى تمسح في الاخر بالمساحه وتنشف الدنيا يعني. مفيش الكلام ده هنا. الحمام بتاعك يكون ناشف دايما، يكون مفيهوش ميه على الارض، لان ممكن تعمل مشاكل على الناس اللي تحتيك يعني. ارضيه الحمام ما بيتكبش عليها ميه، ما بيتسيقش فيها حاجه، ما بي... خالص خالص خالص. ودي كانت اول حاجه انا ما كنتش اعرفها، لان اول ما جيت المانيا فاللي هو بقى ايه بقى يعني الهيصه بقى الواحد بيعملها لما بيدخل الحمام بقى يغسل وشه على الحوض وما اعرفش ايه ونطرطش على الارض وبتاع، وبعدين في الاخر نبقى نشوف بقى الارض ونبقى يعني ايه نجيب شويه الميه دول على جنب وخلاص على كده. فاكتشفت ان مفيش بلاعه في الحمام، فاللي هو طب انتوا عايشين ازاي من غير بلاعه؟ فطلع ان البلاعه الوحيده اللي موجوده بتكون في الشاور، في المكان اللي بتاخد فيه شاور. طبعا يعني شيء منطقي عشان الميه يعني تلاقي لها مصرف، لكن غير كده لا. فخلي بالك لو انت في حمام في المانيا ما تكبش ميه في الارض. المكان الوحيد المسموح لك فيه انك تفتح فيه الميه على الارض هو الشاور. الحاجه التانيه الحوض هنا يا جماعه عشان يتغسل فيه وشك وايدك فقط لا غير. الرجل ما بتتغسلش في الحوض، ايا كان بقى انت حاسس ان رجليك كده عايزه افريشنج او عايز يعني ريفرشمنت وعايز تغسلها، ما تحطهاش في الحوض. حاجه ديسكاستنج جدا ليهم، ومش بيحبوها وبيشوفوها حاجه مش مائزه او حاجه يعني ايه ده بيشوفوها كده بالظبط، حاجه مش مستحبه من الاخر ما تتعملش. انا بتكلم في حاله ان انت عايش مع حد. ها، لو انت عايش لوحدك براحتك اعمل اللي انت عايزه، بس اهم حاجه حافظ على نظافه الحمام طبعا. ولكن لو انت عايش مع حد اوروبي، الماني او ايطالي او اسباني، الحاجات دي بالنسبه لهم ليهم سبب وليهم منطق اكيد اللي بيخليه يعني يخليهم ما يقبلوش حاجه زي كده، حتى لو احنا مش قابلينها. ولكن في النهايه لازم تحترم ده. تالت حاجه الشاور، المكان اللي بتاخد فيه شاور غالبا الحمامات الصغيره ما بيكونش فيها البانيو. احنا في مصر عندنا البانيو بيتحط في الحمام ايا كان، سواء هتستعمله او مش هتستعمله. حتى لو هتغسل فيه بطاطين في الاخر مش هتستعمله الاستعمال اللي اتعمل عشانه، بس في بانيو طول الوقت. لكن هنا الحمامات اغلبها لو الحمام صغير مش بيبقى فيه باني، بيبقى فيه دوش كابينه، بيبقى فيه زي كابينه كده صغيره مخصصه للشاور، بيبقى فيها البلاعه. فالمفروض بعد ما تخلص شاور انك تنظف الدوش كابينه دي زي مساحه بتمسح الازاز بتاعها، وبتنظف ال الحنفيات والحاجات بتاعتها، عشان الميه هنا بيبقى فيها نسبه كلك، فيها ترسبات عاليه. فانت لو عملت كده مره ورا مره ورا مره، الازاز هيحصل ايه؟ هيغيم يعني، والحاجات دي ما بتطلعش بسهوله يعني، محتاجه بقى تجيب حد بروفيشنال عشان ينظفها لك. فالدوش كابينه لازم تنظف اول باول بعد كل شاور. الحاجه الاخيره في الحمامات هنا هي الدفايات. في مصر مفيش دفايات في الشقه اصلا، لان برضو تاني لان احنا الجو عندنا في مصر حر اغلب السنه، فانت مش محتاج تدفي الشقه، انت محتاج تهوي الشقه اكتر. فعشان كده احنا ما عندناش دفايات في مصر، الا لو في الشتاء بقى، لو في ايام جامده او كده ممكن تشتري دفايه الكتريك بالكهرباء تحطها في الشقه. لكن كدفايات معموله جوه الاستراكشر بتاع الشقه لا مفيش. هنا في المانيا في دفايات في كل حته في كل اوضه، وفي الحمام في دفايه، ودي بيكون هدفها ان هي تمتص الرطوبه، غير انها هتدفي لك الحمام طبعا، تاخد الرطوبه بتاعه الشاور او حاجات زي كده. وكمان ينفع تعلق عليها الفوط والحاجات بتاعتك عشان ما تعملش فطريات، ما تعملش بكتيريا. ما ينفعش انك تسيب الفوط مبلوله في الحمام. تاني الحمامات على حسب، في حمامات بتبقى كبيره في الحجم، في حمامات صغيره، في حمامات بيبقى فيها شباك، اغلب الحمامات مش بيبقى فيها شباك. ف
لو انت تخيل كده اخدت شاور والحمام كله مبخر بميه في الفيبر ده، والفوط مبلوله، وطلعت وسبت الحمام بالمنظر ده، اولا بعد فتره هتلاقي ان في ممكن يحصل شمل، اللي هي الحاجات اللي بتطلع على الحيطان دي، فمشكله. فالحاجات دي لازم تحافظ عليها نظيفه اول باول. فعشان كده عندهم دفايات في الحمام عشان تمتص الرطوبه بتاعه الجو، وعشان تدفي لك الحمام، وعشان كمان تنشف عليها الفوط بتاعتك، لان اغلب الوقت زي ما قلت جو ساقعه، وممكن تكون الدنيا بتشتي، فهتحط الفوط فين؟ هتنشفهم فين؟ لو ما عندكش الدراير، مش ما عندكش اللي هي النشافه الالكتريك دي، هتنشفهم فين؟ اخر حاجه الحمامات هنا اغلبها مش بيبقى فيها شبابيك. في مصر غالبا الحمام بيكون فيه شباك حتى لو هو مفتوح على المنور ده اللي هو اضيق حته في العماره، اللي هي الحته اللي بيبقى فيها المواسير. في مصر غالبا بيكون فيه شباك في الحمام. هنا للاسف لا، مش في كل الحمامات، الا لو كان الحمام كبير، حمام يعني ليه مواصفات مختلفه، ولكن الستاندر هنا ما بيكونش فيه شباك. فالبديل عشان لما تستعمل الحمام ما يبقاش ريحته يعني مش كويسه، بيبقى فيه شفاط. فعشان كده قدام الزرار بتاع الحمام بيبقى فيه زرار تاني، ده بتاع الشفاط. فلما تيجي تدخل الحمام لازم تدوس على الاثنين عشان تعمل اكتيفيشن للفلتر ده، عشان يعني يغير الهواء جوه، يحصل سيركيوليشن، فيعمل لك تنقية للهواء بشكل اسرع، والحمام تبقى ريحته يعني لطيفة الى حد ما، يعني نستحملها كلنا. اخر حاجة عايزة اقولها، ودي اهم حاجة، استخدامك للحمام. انا عارفه ان احنا في مصر في عشوائيه زياده عن اللزوم في الموضوع ده، واحد مش بيركز، هو بيبقى بيستعمل الحمام وخلاص وبيطلع. ممكن يبقى الحمام بعديه مبلول، الحوض مش احسن حاجه، الارض اتبلت، وانت اصلا مش واخد بالك، يعني عادي، جزء من الروتين بتاع يومك. ولكن هنا الموضوع ده ما بينفعش. يعني مثلا لو حد راح زار حد وعمل الحركه دي، انك تدخل الحمام وتطرطش على الحوض والميه تبقى في الارض، وما تمسحش الحوض بعد ما تخلص، وما تهتمش بنظافه الحمام، على الاقل رجعه زي ما انت يعني دخلته، غالبا الشخص ده هيبص لك بصه مش كويسه، ممكن يقول لك يعني حاجه مش كويسه، حاجه هتضايقك. وعلى حسب علاقتك بيه، لو هو مش مهتم بيك قوي، ممكن يعني مش هيخليك تيجي البيت عنده تاني، انك تدخل الحمام وتعمل الهرجله دي وتطلع وتسيب كل حاجه وحد تاني يجي ينظف وراك. مش حاجه حلوه. انا عارفه في مصر ما بناخدش بالنا اصلا من الموضوع ده، ولكن هنا لا، الموضوع بجد بيضايق. فخلي بالك، وخصوصا لو عايش مع حد، والله حتى لو مش عايش مع حد، يعني حاجه ليك انت، يعني انت لما تدخل الحمام تلاقيه مترتب ونظيف وجميل ومتطور، يعني اننا احنا اللي بنحاول نفهم ثقافه الغير. فحاجات بسيطه زي دي حاول تخلي بالك منها عشان ما تسيبش انطباع وحش يعني، او مش كويس عندك ممكن يظلمك يعني في علاقتك مع الشخص ده. انت مش مطلوب منك تقعد طول اليوم تنظف في الحمام اكيد، ولكن في النهايه حاول على الاقل تعمل الحاجات البسيطه الستاندرز. يعني لما تستعمل حاجه عند حد، سيبها بنفس الطريقه اللي انت لقيتها بيها. ولو عايش لوحدك برضه، نظافه الحمام من اهم الحاجات المهمه، عشان الميكروبس، عشان الانفكشن، العدوى، الحاجات دي. الميه دي بتعمل فطريات، بتعمل مشاكل ممكن تتنقل لك بعد كده، تعمل لك حاجه مشكله جلديه. فليه يعني؟ حلها بسيط، بعد كل استعمال نظف الحمام وسيب الحمام نظيف، سواء ليك او لغيرك. وبس كده.